السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل فطاير البطاطس. حاجة كده سهلة بسيطة، مكوناتها كلها موجودة في البيت، مفيدة للأطفال بشكل مش طبيعي. بصي بوريها لك ازاي في التسوية من فوق ومن تحت. فطاير البطاطس من أجمل الحاجات اللي الأطفال بيقبلوا عليها وبيحبوها، ومقاديرها سهلة وبسيطة ومش مكلفة. يلا مع بعض نشوف المقادير. معايا هنا إن شاء الله حوالي كيلو بطاطس أنا مقطعاه وسلقاه، يبقى كيلو بطاطس مسلوق. ومعايا هنا جبنة موتزاريلا، ومعايا هنا معلقة بيكنج باودر، ومعايا 4 مكعبات زبدة، ومعايا هنا جزر، ومعايا بصل أخضر، ومعايا البهارات كركم، بابريكا، فلفل اسمر ناعم، ومعايا شويه كزبره ناعمين صغيرين، ومعايا بيضه، وشويه ملح، وشويه شطه حمرا صغيرين، يا دوبك كده تديها طعم، والجزر والفلفل الاخضر والبصل الاخضر، انا اسفه. اول حاجه هعملها، سخنت شويه زيت صغيرين وهنزل الجزر فيه زي يدبل كده، دول حوالي جزرتين. يبقى دوبك كده بتخلي الجزر يدبل، يعني يكون طري معاكي، وبتقلبي لحد ما تشوفيه ان هو دبل كده، وبعد كده بتطلعيه. دول جزرتين. هنا جبت طبق وحطيت عليه مناديل مطبخ عشان يصفي الزيت بتاعه. بعد ما بخلصه هضيفه على البطاطس وهوريكي الخطوات، وهسيب الزيت ده زي ما هو، لان هي ما بتحتاجش في التسوية زيت كتير، هما يدوبك شوية الزيت دول لان هي مسلوقة. وهي الميزة اللي فيها ان هي يعني ما فيهاش زيت كتير في القلي، يعني الناس اللي عندها كوليسترول او الحاجات دي، فالبطاطس دي مفيدة ليهم. تعالوا مع بعض بقى نكمل بقية الخطوات. بصي هنا الكيلو البطاطس المسلوق هضيف عليه كل الحاجات دي كلها. اول حاجة هنزل بالبيضة، هكسرها عليه، هتحطي البيضة عليه وتضيفي كل المكونات دي مع بعضها، وبعد كده تجيبي الهراسة وتهرسيه، وبعد كده تعمليه شبه العجينة كده، يعني تفضلي تهرسي في البطاطس لحد ما تبقى شبه العجينة. ودي البهارات اللي انا وريتها لك في اول الفيديو. وده هنا الكركم عشان يديها اللون الاصفر الجميل. ومعايا هنا البصل الاخضر اللي هو انا واخده الجزء اللي تحت اللي هو الاخضر. وهنا هكمل بقيه الحاجات. هنا معايا 4 مكعبات زبده، انا بشوف من الفيديو زيكم وبركب الصوت. وبعد كده هضيف ده معلقتين نشا، انا نسيت اقوله، معلقتين نشا. ليه بقى النشا؟ عشان ما يخليهاش تشرب زيت كتير، يخليها معاكي مقرمشه من بره. ودي الجبنه الموتزاريلا عشان تديها طعم. يبقى النشا عشان ما تشربش زيت، يديك الطبقه المقرمشه من بره. النشا داخل في اي حاجه بيخليهاش تشرب زيت، خلي بالك التركية دي مهمه. وبعد كده نزلت بالجزر، وبعد كده هجيب الهراسة وههرسهم كلهم في بعض لحد ما اخليها شكل العجينة كده. بوريك اهو بعد كل المواد اتحطت على بعضها. يبقى معلقتين النشا مهمين عشان ما تشربش مني زيت كتير، وتديك الطبقة المقرمشة اللي بره، وكمان تديك قوام للبطاطس، ما تبقاش مفرولة منك كده، تبقى ماسكة نفسها وهي بتتقلي. بصي انا بعمل بالهراسة لحد ما اخليها شكل عجيني كده. ولو ما عندكيش الهراسة موجودة، اشتغلي بمعلقة واشتغلي بايدك، شغلي نفسك. بعد كده هروح على الزيت اللي انا عملت فيه الجزر، هما شوية زيت صغيرين، ما بتحتاجش زيت كتير، انت يا دوبك كده بتقليها، بتديها وش من فوق ومن تحت. بصي هنا جبت بولة وفيها شوية مية صغيرين، لازم تبلي ايدك قبل ما تحطي عليها البطاطس عشان ما تلزقش في ايدك، يعني تنزل على طول القطعة بقطعتها، زي ما بتكوني بتعملي طعمية او الفلافل. هي بتتقال يا طعمية يا فلافل، في ناس تقول عليها طعمية وناس تقول عليها فلافل. بصي انا بليت ايدي ميه واخدت حته، بصي انا حولتها لشبه العجين ازاي، قعدت اهرس فيها لحد ما اخدت شكل العجينه. بصي بالميه من فوق، بتضغطي عليها عشان ما تفرولش منك في الطاسه، لازم تضغطي عليها ضغطه كده، وخلي بالك فيها البيكنج باودر هيرفعها لك، يعني هتبقى هشه.
مش مضغوطه كده، ما تخافيش يعني. فيها معلقه بيكنج باودر، زي ما بتعملي الطعميه بالظبط بتحطي لها معلقه بيكنج باودر، هي برضو فيها معلقه بيكنج باودر. اخلص كل الكميه واوريها لك في الطاسه. يبقى فيها تركات مهمه قوي، تركات النشا. تحطي معلقتين نشا عشان ما تشربش زيت كتير، تحطي معلقه بيكنج باودر عشان تطلع معاكي هشه ومرتفعه مش مضغوطه، ويكون الزيت بتاعها قليل وانتي بتقليها. بصي هنا بعد ما قلبتها على الوش التاني جبت طبق وهطلعها فيه. وما تنسوش يا حبايبي اللايك في القناة، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اي حاجة انزلها جديدة توصلك بإذن الله. قناة اخترنا لك مع نودي، اخترنا لك مع نودي، انا قلت الاسم مرتين. ان شاء الله تجربوها هتعجبكم، مفيدة للأطفال جدا جدا جدا. وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي اللي يجربها، وان شاء الله اللي هيعملها بالطريقة دي هتعجبه بإذن الله.